هاد الصورة غادا ترجع العالم من هكا لهكا، من عالم خالي من الحروب إلى عالم غارق في الدمايات. Greenland. 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 But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. هذه جزيرة كتوج بالقرب من القطب الشمالي، جزيرة 80% من الأرض ديالها مغطية بالثلج، جزيرة من الصعب أنك تعيش فيها حيت فيها درجة الحرارة كتوصل ناقص 40 درجة، جزيرة الاقتصاد ديالها كامل كيعتمد على السمك، يعني منطقيا هذه الجزيرة ما عندها حتى قيمة. وهنا غادي نحبسوا نطرحوا واحد السؤال اللي هو جوهري، سؤال مهم، إلا كانت هذه الجزيرة مثلجة ما فيهاش اقتصاد حقيقي، السكان ديالها ما فايتين 56,000 نسمة، فعلاش نايض عليها الضجة؟ علاش كلشي باغيها؟ ترامب كيقول بغيتها صحة، سواء بالدبلوماسية أو بالسلاح، الدنمارك كتقول هي ديالنا تاريخيا، روسيا والصين باغا تستثمر فيها، فشنو كاين في هذه الجزيرة ولات أكثر بقعة جغرافية مطلوبة في العالم؟ في هذا الفيديو بغيتي تعطيني عقلك وتسمعني مزيان، هذا الفيديو غادي يغير لك النظرة ديالك للعالم. قبل ما نبداو بالنسبه للناس اللي كيسولوا على العرض القادم ديال العطور، كنقول لكم العرض القادم غادي يكون في البدايه ديال شهر رمضان، وإلا بغيتي تعرف التفاصيل اكثر تبع الصفحه ديالنا ازرق باغفا. هذه ماشي مجرد صوره من الخريطه العالميه، هذه صوره لاكبر جزيره في العالم، الجزيره اللي غادا تسبب في صراعات وحروب طاحنه بين الدول الكبرى. امريكا مصره على انها تاخذ ولو بالقوه، ترامب كيهدد في كل مره، ولكن قبل ما نعرفوا علاش التهديدات، علاش هاد الزوبعه، علاش هاد الضجيج، خاصنا نتعرفوا عليها تاريخيا. جزيرة غرينلاند هي جزيرة موجودة بالقرب من القطب الشمالي، عدد السكان ديالها لا يتجاوز 56,000 نسمة، يعني الجمهور اللي كيدخل ملعب الرباط ملي كيلعب المنتخب أكثر من سكان هذه الجزيرة. المساحة ديالها كبيرة، كبر من المغرب 3 ديال المرات. هي جزيرة تابعة للدنمارك سياسيا وقانونيا منذ قديم الزمان. الدنمارك استعمرتها في سنة 986 ميلادية في عصر الفايكينغ، وفي سنة 1979 حصلت على الحكم الذاتي، وفي سنة 2009 توسع الحكم الذاتي واللي عندهم برلمان حكومة محلية، ولكن كتبقى السيادة تحت الدنمارك، يعني العملة والدفاع في يد الحكومة الدنماركية. غرينلاند نقدروا نعتبروها أرض تابعة للقارة الأمريكية أكثر من القارة الأوروبية، حيث هي أقرب لكندا مقارنة بالدنمارك. غرينلاند قريبة لكندا ب 26 كيلومتر، وبينها وبين الدنمارك 3500 كيلومتر، شي حاجة غير منطقية. نقدروا نعتبروها بحال جزر لاس بالماس مع اسبانيا والمغرب، هي قريبة للمغرب أكثر من اسبانيا، ولكن هي تابعة لاسبانيا ومحسوبة على القارة الأوروبية. كندا بطبيعة الحال غير مهتمة، واخا هي أقرب لغرينلاند مقارنة بأمريكا والصين وروسيا. أمريكا ماشي أول مرة غادي تحاول تستحوذ على غرينلاند، حيث هي تاريخيا حاولت أكثر من مرة. المرة الأولى كانت في سنة 1867 من بعد ما شراو ألاسكا من روسيا، ولكن الدنمارك كان الجواب ديالها هو الرفض. المرة الثانية كانت في سنة 1946 في الفترة ديال الرئيس الأمريكي هاري ترومان، عطى الدنمارك ما يقارب 100 مليون دولار ديال الذهب، والجواب كان ثابت وهو لا. والمرة الثالثة كانت في سنة 2019 في الرئاسة الأولى المتعجرف ترامب، ولكن الدنمارك قالت أن الجزيرة ليست للبيع. واليوم عاوتاني رجعنا في الشخص نفس الرئيس كيقول يا تبيعوا يا ناخذوها صحة. وهاد المحاولات وهاد الإصرار الأمريكي كيجرنا للسؤال الجوهري في هذا الفيديو، وهو شنو كاين في هذه الجزيرة؟ علاش هادشي كامل على قطعة أرض غارقة في الثلج؟ الجواب عند الأمريكيين، اسمع الجواب. كيقولوا الامريكيين ان غرينلاند عباره عن موقع استراتيجي مهم لامريكا من ناحيه الجيوسياسيه، يعني هي موقع جغرافي حساس، موقع جغرافي الا خداتو امريكا غادي يخليها تزيد تبني فيه قواعد عسكريه، الشيء اللي غادي يحميها من روسيا والصين الا حاولوا يضربوها من جهه القطب الشمالي. امريكا من هذه الجزيره غتولي تراقب الفضاء والاقمار الصناعيه، وكذلك السيطره على هذه الجزيره غادي يعاونها تسيطر على طرق التجاره الجديده، الطرق اللي غادي تكون في القطب الشمالي بسبب ذوبان الجليد. ذوبان الجليد في القطب الشمالي كيعني فتح طرق بحريه جديده بين اسيا واوروبا، الطريق اللي غادي تكون اقصر طريق من قناه السويس في مصر. اللي غادي يتحكم في غرينلاند يقدر يتحكم في الطرق، فبالتالي غرينلاند غتخلي امريكا تحكم السيطره ديالها على القطب الشمالي، واحد من اهم المواقع الاستراتيجيه في العالم حاليا. يواجه الرئيس الأمريكي معارضة أوروبية صلبة في مسعاه للسيطرة على جزيرة غرينلاند الدنماركية، أكبر جزيرة في العالم تزخر بموارد طبيعية وتحظى بأهمية استراتيجية باعتبارها إحدى بوابات القطب الشمالي. الرئيس الأمريكي يريد شراء الجزيرة أو احتلالها إذا لزم الأمر. القطب الشمالي اليوم غادي يكيدوب بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض والتغير المناخي. القطب الشمالي ماشي مجرد ثلج جامد، هو عبارة عن مكان غني بالثروات، فيه النفط، فيه الغاز، فيه المعادن النادرة، فيه الليثيوم والكوبالت واليورانيوم، وكما كنعرفوا القطب الشمالي ما ديال حتى شي واحد، فبالتالي أي دولة غتسيطر على غرينلاند راه اوتوماتيكمون غادا تسيطر على القطب الشمالي. القطب الشمالي اللي قلنا غني بالثروات، يعني تحت داك الثلج كاينين ثروات غادي تغني أي شعب في العالم.
تصريحات ديال ترامب اللي كيعبر فيها على الرغبه ديالو الجامحه في ضم هذه الجزيره غادا ترون حلف الناتو، حلف الاطلسي، اقوى حلف في العالم حاليا ترون، اللي فيه امريكا وتركيا واوروبا بما فيها الدنمارك. الحلف اللي غادا تخرج فيه دوله وتبغي تدخل في صراع مع دوله اخرى في نفس الحلف، يعني امريكا والدنمارك. هادشي اللي واقع بين امريكا والدنمارك برس بزاف ديال الدول في حلف الناتو وتحداو امريكا. وأيضا وصل جنود ألمان إلى قيادة القطب الشمالي في جرينلاند، وكانت دول أوروبية قد أعلنت عن إرسال طواقم عسكرية إلى الجزيرة بناء على طلب الدنمارك. رئيسة الوزراء ديال الدنمارك كتقول إلا حاولت أمريكا تهجم على جرينلاند الحلف غادي يتفكك. أكدت رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن أن أي استيلاء أمريكي على جزيرة جرينلاند سيمثل نهاية حلف شمال الأطلسي. هاد الكلام ديال ان الحلف غادي يتفكك هي واحد الحاجه اللي غالبا ترامب ما كيتسوقش ليها، حيت كيشوف بلي ان حلف الناتو هو عيب على امريكا بكونها اقوى دوله فيه وهي اللي كتحمي اوروبا من روسيا. امريكا هي اكثر دوله كتساهم في التمويل ديال الحلف ب 22%. ترامب كيشوف بلي ان اوروبا مجرد عيب على امريكا وكيقول اللي بغى الحمايه خاصو يخلص. الأوروبيون قدموا الكثير لأوكرانيا لكنه لم يكن كافيا، ومن الواضح أن أقول أن الرئيس بوتين لا يخاف ولا يخشى أوروبا فيخشى أمريكا بقيادته. ليس هناك أي خوف من أوروبا، فأوروبا ضعيفة. الشيء غادي يحطنا قدام واحد الحقيقه ثابته في العلاقات الدوليه، ما كاينش صديق دائم وما كاينش عدو دائم، كاينه مصلحه دائمه. ترامب ما غاديش يعقل على الدنمارك مادام كيشوف بلي اخذ جزيره جرينلاند اكثر اهميه من الحفاظ على العلاقه بينه وبين الدنمارك. ترامب هو شخص متعجرف ما كيرحمش وكيقول الواقع بدون لغه الخشب، ولكن في نفس الوقت شخص وطني باغي الخير لبلادو، باغي الشعب الامريكي يعيش الرفاهيه ولو على ظهر دول اخرين وشعوب اخرى. ما عندوش مشكل يدخل في الصراع مع دول وحكام مادام ان هادشي كيحقق المصلحه الامريكا، وهذا هو الصراع الحقيقي. الصراع الان مبدئيا هو صراع ما بين امريكا والدنمارك، ولكن في الخلفيه كاينه امريكا وروسيا. روسيا اللي ديجا عندها نفوذ كبير في القطب الشمالي، وامريكا الان كتقلب على بلاصه في هذا القطب اللي بغاتو ينطلق من جرينلاند. هذا هو الصراع الحقيقي اللي نقدروا نقولوا عليه صراع، حيت مبني على الفوائد والثروات، عكس الصراعات اللي كتكون ما بين الدول المتخلفه اللي كتكون في امور تافهه بحال القفطان والصباط والطاجين. الصراع الحقيقي والمعركه الحقيقيه ماشي هي هذه. ربحنا المعركه. اش من المعركه اللي المعركه ديال انه تسجل القفطان المغربي الزليج التطواني مسجل. وهادشي ما كيعنيش بلي ما خصناش نفتخروا بالثقافه والتراث ديالنا، ولكن خصنا نوعوا ونفهموا ونفرقوا ما بين الافتخار بالثقافه والاستحمار بالثقافه، لان ما نراه اليوم في السوشيال ميديا داخل في اطار الاستحمار بالثقافه ماشي الافتخار بالثقافه. وشفنا وزراء مسؤولين غاديين مع هذا الهيت حيت كيخدم المصلحه ديالهم وفيه التبويقه. الصراع الحقيقي اليوم كاين في الثروات الحقيقيه من النفط وغاز ومعادن نادره. الصراع الحقيقي اليوم كاين على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، هادشي اللي كيستحق تعطى ليه الاهميه. اما هادشي كامل مجرد تخربيقات لا تسمن ولا تغني من جوع.